السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. الفيديو بتاع النهاردة ده موجه لكل بنت عندها عدم ثقة في نفسها بسبب الشكل الخارجي، سواء كان شكل وشها او شكل جسمها. حاسة دايما ان هي بتقارن ما بين نفسها وما بين زمايلها، اخواتها، قرايبها، اي حد من سنها واي حد حتى بتشوفه على السوشيال ميديا. ودلوقتي كل الناس بتقارن ما بين احوالها واحوال الناس على السوشيال ميديا، مع علمنا ان الكلام ده واقع افتراضي، يعني حاجة مش حقيقية، بيظهروا لنا بس الحاجة اللي هم عايزين يظهروها. وفي احيانا كتير الحاجات دي ما بتبقاش حقيقية، الا ان دايما البنت دي بتقارن شكلي شبهها، مين احلى من مين، انا محتاجة ان انا اتصور بالطريقة الفلانية، انا محتاجة ان انا احط الفلتر الفلاني، انا كده هيبقى شكلي وحش، انا كده مش راضية عن نفسي، انا كده مش واثقة في نفسي. لكل واحدة عندها عقدة الشكل، وكتير مننا بيعاني في فترة من الفترات من موضوع عقدة الشكل. هنتكلم النهاردة عن الموضوع ده بشكل أعمق بكتير. عمرك لاحظتي نفسك كده بعد ما خسيتي أو بعد ما حطيتي فول ميك اب، أو كان عندك مناسبة ولبستي فستان جديد حلو وشيك وأنيق، إن انتي بتبصي لنفسك في المراية وتقولي لا، اللي أنا عاملاه ده مش كفاية؟ أول ما بتبصي لنفسك في المراية بتبصي على العيوب بتاعتك، العيوب اللي الناس قالولك عليها زمان ودلوقتي ما بتشوفيش إلا هي قدام المراية. لما بتبصي لنفسك في المراية ما بتشوفيش إلا العيوب، الهالات اللي عندك، مناخيري شكلها ايه، اللغد ده محتاج يتشال، ما انا لو عملت العملية الفلانية، ما انا لو حطيت بوتوكس او فيلر. ما سألتيش نفسك ليه الإحساس اللي بيجيلك أول ما بتبصي لنفسك في المراية هو الإحساس بعدم الرضا وعدم الثقة بالنفس؟ تقعدي تلاحظي دايما العيوب قبل المميزات. ليه دايما الإحساس بتاع أنا مش حلوة كفاية ما بيروحش من عندك أبدا؟ الموضوع أعمق بكتير من نظرتك لنفسك في المراية. الفيديو ده مش بس هيفهمك انت ليه بتبصي النظرة دي لنفسك، لكن كمان هيفهمك حاجات كتير ونظرة مختلفة هتبصي بيها لنفسك بعد كده. الفيديو بتاع النهاردة ده مش بس هيشرح لك انت ليه بتحسي الإحساس ده، لكن كمان هيشرح لك وهيوضح لك نظرة جديدة عمرك ما شفتيها عن نفسك قبل كده. احفظي الفيديو ده عندك وكمليه للآخر، علشان هيكون فيه اختبار بسيط جدا هتقدري ان انت تختبري فيه نفسك، هل انت فعلا راضية عن نفسك وعن شكلك، ولا عقدة الشكل لسه بتتحكم فيكي. النهارده كمان هتفهمي ليه مهما خسيتي او عملتي دايت، او ان انت حطيتي فول ميك اب، او فضلتي تشتري في لبس كتير وغالي وبداتي ان انت تتشيكي وتتصوري، ليه دايما عندك احساس بعدم الرضا عن نفسك ودايما عندك احساس بالنقص. وخلينا نتعرف مع بعض ازاي ممكن نتخلص من الاحساس ده من جوه علشان نقدر ان احنا نرتاح من بره. الفيديو بتاع النهاردة مستوحى من كتاب كنت قرأت جزء منه اسمه عقدك النفسية سجنك الأبدي. بيتكلم الكاتب عن عقد نفسية موجودة عند البشر بشكل عام، وكان الجزء بتاع عقدة الشكل ده لفت نظري جدا وحبيت ان انا اعمل الفيديو ده عنه. بيتكلم الكاتب على ان العقدة بتاعت الشكل دي بتتكون عند الانسان مش في اللحظة اللي هو بيبص فيها لنفسه في المراية ويكره شكله، لكن في اللحظة اللي حس فيها ان هو محتاج انه يتغير، محتاج يتغير خارجيا كده علشان الناس اللي حواليه يحبوه ويتقبلوه. يعني العقدة دي بتتكون من الطفولة، الطفلة مثلا الصغيرة اللي كانت بتسمع دايما تعليقات من الاب والام عن انت مالك سمرة كده ليه مش زي اخواتك، او لما تتخني شوية كده بدل ما انت رفيعة عاملة زي عصاية، او مثلا لو كانت اوفر ويت ومليانه يقعدوا يطلقوا عليها اسم معين مثلا زي مش عارف كلبوزه بكابوزه الحاجات دي، وتبدا ساعتها ان هي تحس ان فيها حاجه غلط، وان الكلام ده لما يجي من حد من الابوين او حد من الاقارب، والابوين كانوا للاسف يعني بيتكسفوا ان هم يدافعوا عن ولادهم، او ما بيحافظوش على مساحتهم الشخصيه ان هم ما حدش يتريق على شكلهم ولا حاجه. الطفله او الطفل ده، بس عاده كانت بتبقى طفله يعني، ان هي بتاخد الموضوع ده على انه حقيقة ثابتة، وان هي مش محبوبة لان الناس اللي حواليها انتقدوها في موضوع الشكل ده، وان هي محتاجة تتغير، ان هي مش راضية عن نفسها، عندها عقدة نقص رهيبة، ان هي محتاجة تتغير في شكلها علشان تعجب الناس اللي حواليها ويبطلوا انتقادات ليها، او بمعنى اصح تنمر. مع الوقت الطفلة الصغيرة دي مهما تكبر ومهما تغير في نفسها وفي شكلها الخارجي برضه بتحس ان هي مش كفاية، ومحتاجة ان هي تغير وتعدل في شكلها علشان اللي حواليها يفضلوا ان هم يحبوها. حتى لو هي مثلا كانوا بيتريقوا عليها علشان هي كانت اوفر ويت او مليانة شوية، لو خست وبقت حتى مدربة لياقة بدنية زي المثال الموجود في الكتاب، فهي برضه كل ما تشوف حد اوفر ويت فهي بتفتكر العقدة بتاعتها. كل ما تشوف حد قدامها ممكن مثلا ان هي تدخل معاه في علاقة
المراهقة كان أهم حاجة بالنسبة لها إن هو يبقى فت جدا، وإن هو ما يبقاش عنده تاريخ مثلا إن هو كان مليان في الماضي، وعندها حساسية كبيرة جدا من الأكل وبتخاف من الأكل، وعندها خلاص يعني عقدة الشكل دخلت معاها في حاجات تانية كتير هنتكلم عنها دلوقتي. وعقدة الشكل دي للأسف في تفاقم مستمر كل ما انتشرت السوشيال ميديا، وطبعا مع استخدام الفلاتر، مع استخدام الكاميرات اللي موجودة في الموبايلات على طول، والناس اللي لازم تتصور مش عارف بجنب معين علشان الجنب التاني مش كويس، أو لازم إن هي تتصور مش من قدام كده، أو تتصور من فوق علشان شكل وشها يبان شبه الممثلة الفلانية أو شبه الإنفلونسر الفلانية. وفي إحصائية خضتني جدا لسنة 2024 بتقول إن 80% من البنات اللي تحت سن 13 سنة بيتصوروا بفلاتر، و60% من البنات دول لما بيبصوا لنفسهم في المراية اللي هي الصورة الحقيقية بتاعتهم بيحسوا بعقدة النقص أو عقدة الشكل، وبيكونوا مش راضيين عن نفسهم. تخيلوا كمان إن في ظاهرة جديدة رصدوها عند دكاترة التجميل اسمها سناب شات ديسمورفيا، وفي الظاهرة دي الناس بتروح لدكتور التجميل تقول له أنا عايزاك تخليني شبه الفلتر ده، أنا عايزة الفلتر ده يبقى هو شكل وشي الحقيقي. تخيلوا احنا وصلنا لأنهي درجة من درجات عدم الثقة بالنفس، وإن احنا مش راضيين عن شكلنا وحياتنا للليفل الفظيع ده. وفي قصة واقعية لبنت كانت من استراليا اسمها كارلي، عندها 22 سنة، جالها مرض اسمه أنوركسيا. أنوركسيا ده يعني إن هي بتخاف تاكل أحسن تزيد في الوزن، لأنها كانت بتحاول توصل للوزن المثالي، وفضلت تخس 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 وتعاني من الأمراض اللي بتهاجم جسمها من كتر ما هو ضعيف. البنت دي دخلت حوالي 15 مركز تأهيل نفسي علشان تحاول إن هي تتخلص من المرض ده ومن المضاعفات بتاعته اللي هي أذية جسمها جدا، لكن للأسف ما خفتش في الآخر وانتهى الموضوع إن هي توفت. فالموضوع ده خطير وفظيع، ولازم إن احنا نحط له وقفة، ولازم إن احنا نشوف الحل. دلوقتي هقولك على 5 خطوات هتساعدك جدا ان انت تتغلبي على عقدة الشكل اللي موجودة عندك، واهم حاجة انك تبدأي تنفذي في ال5 خطوات دول علشان تحسي بإحساس افضل مع مرور الوقت. أول حاجة، سمي العقدة باسمها. يعني انت لو عندك عقدة الشكل وبتقارني ما بينك دايما وما بين أي حد تاني زي ما كان بيتعامل معاكي من وانت طفلة، لازم تعترفي بالمشكلة، لأن الاعتراف بالمشكلة هيؤدي بيكي ان انت تبدأي تدوري على الحل. فانت اعترفي بنفسك، أنا عندي المشكلة دي، ومش عيب أبدا ان يكون عندي المشكلة، لكن العيب ان أنا أستمر فيها. فأنا عندي المشكلة، لكن أول خطوة اعترفت بيها أبدأ في حلها. تاني خطوة مهمة جدا انك هتفضحي الصوت اللي جواكي، الصوت اللي بيقولك انت مش حلوة، انت على فكرة وشك مش جميل، انت جسمك ده محتاج ان هو يتعدل، شوفي فلانة كانت ايه وبقت ايه، شوفي مثلا انت وشك محتاج ايه. هتفضحي الصوت ده انك هتواجهيه بكلام ايجابي بدل الكلام السلبي اللي عمال يتقالك زي ما كان بيتقالك زمان. يعني مثلا انت شايفه نفسك في المرايه دلوقتي ان انت جسمك مش جميل، هتقولي انا جسمي الحمد لله صحي، الحمد لله انا ما عنديش امراض. الجسم الحلو مش شرط ان هو يكون الجسم المثالي، مش معنى كده ان انا استنى في الوضع اللي انا فيه. لو انا عندي اوفر ويت ابدا اني اعمل نظام غذائي وابدا ان انا اتحسن فيه علشان جسمي يتحسن. لو الصوت الداخلي اللي جواكي ده بيقولك انت وشك مليان حبوب، انت شكلك مش حلو، انت عمرك ما هيبقى عندك بشرة زجاجية زي الناس اللي بتشوفيهم على الانستجرام والتيك توك، هتردي عليه بالرد العقلاني المنطقي الإيجابي اللي هو أنا ممكن يكون وشي دلوقتي فيه حبوب لأن أنا مثلا مرحلة مراهقة وبمر في فترة تغير في الهرمونات، فأنا لازم ان أنا إن شاء الله أروح للدكتور أو الدكتورة وأبدأ رحلة العلاج علشان بشرتي تتحسن. الخطوة الثالثة ودي خطوة مهمة جدا اسمها قللي من المقارنة. يعني بطلي انستجرام وتيك توك وأي ابليكيشن انت بتقارني ما بينك وما بين الناس أو البنات اللي بتظهر قدامك دي. حاولي ان انت تاخدي منهم اجازه، ان شاء الله حتى تاخدي اجازه طول اليوم مثلا، وتخلي ساعه في اليوم ان انت ممكن تتصفحي فيها الابليكيشنز دي، او ان انت تاخدي يومين في الاسبوع اجازه، او تدي نفسك اجازه يوم ويوم كده، ان انت ما تفتحيش الابليكيشن اللي بيعمل لك ربكه ده. هو دايما بيبقى واحد فيهم، يعني واحد فيهم انت اللي دايما بتدخلي عليه وبتتاثري منه، فهتاخدي منه اجازه يوم ويوم مثلا، هتلاقي نفسك ارتحتي راحه رهيبه وبطلتي المقارنة ما بينك وما بين الناس دول وحسيتي بإحساس جميل. يا سلام كمان لو اليوم الأجازة ده تبدأي ان انت تعملي فيه حاجة إيجابية لنفسك تشعرك بالثقة بنفسك. الخطوة رقم 4 اسمها تواصلي مع جسمك. تواصلي مع جسمك واسمعي له، شوفي جسمك بيقولك ايه. اهم حاجة في الجسم ان هو يكون صحي، مش ان هو مثالي، ولا ان هو يكون مقاساته مقاسات معينة، ولا ان انت تأهلي جسمك ان هو يلبس لبس معين تبعا للموضة بتاعت السنة دي.
يا جماعة الصحة أهم بكتير جدا جدا من الشكل. في ناس كتير وصلت لجسم مثالي لكن للأسف صحتها بعد كده اتبهدلت. فأنتي تسمعي لجسمك وتشوفي الجسم الصحي محتاج منك ايه. لو كنت محتاجة مكملات اعملي كده وخديها، اكشفي عند الدكتور وخديها. لو كنت محتاجة تلعبي رياضة ابدأي دلوقتي ولو حتى ب10 دقايق مشي. لازم تسمعي لجسمك لأن جسمك من أهم الحاجات اللي هتديكي الشكل الكويس من بره وكمان تكوني مرتاحة من جوه. وما تنسوش ان العقل السليم في الجسم السليم، يعني برضو لما تهتمي بعقلك هتبقي برضو بتهتمي بجسمك. الخطوة رقم 5 خطوة مهمة برضو جدا. ارجعي للطفلة اللي جواكي، الطفلة اللي جواكي اللي كانت من وهي صغيرة بيتقال لها انتي مش حلوة ليه زي اختك، شعرك كيرلي ده منكوش، وكانوا بيطلقوا عليكي مثلا كلمة ولا حاجة كانت بتضايقك. ارجعي للطفلة دي وحاولي دايما تقولي لنفسك وانتي باصة في المراية الكلام الإيجابي اللي هو عكس المعتقدات اللي هم زرعوها فيكي من وانتي طفلة. لما كانوا يقولوا لك مثلا انتي مالك قصيرة كده ليه، قولي انا جسمي حلو متناسق، انا مقاساتي مظبوطه، انا حاسه ان انا مبسوطه بنفسي كده، انا مش طويله زياده عن اللزوم. ما يمكن لو كنت طويله زياده عن اللزوم كان ممكن يبقى عندي امراض او كان ممكن ان انا اعاني في وجهه معينه. يعني ادي نفسك دايما الكلام الايجابي. ما كانش حد بيقوله لك من وانتي صغيره علشان تصدي بيه الكلام السلبي وتغيري المعتقد عن نفسك اللي هم زرعوه فيكي واللي كان بيحسسك بعدم الثقه وان انتي مش كفايه وان انتي اساسا شكلك مش حلو. قولي دايما لنفسك انتي حلوه انتي جميله حتى لو محدش قالها لك. وانصحك نصيحه ما تستنيهاش من حد. والاختبار عبارة عن سؤال هتسأليه لنفسك. لو صحيتي بكرة من النوم لقيتي نفسك شكلك اتغير تماما، نفس العينين اللي انتي نفسك فيها، نفس القوام اللي نفسك فيه، الخدود، الشفايف، الرموش والشعر، هل هتحسي ساعتها ان انتي بتستاهلي انك تتحبي اكتر؟ لو الإجابة كانت ايوه يبقى انتي لسه بتعاني من عقدة الشكل ومحتاجة ان انتي تسمعي النصيحة اللي جاية علشان مهم جدا انك تبدأي في التغيير. التمرين العملي اللي هيخليكي تتغلبي على عقدة الشكل اللي عندك لو كانت موجودة عندك فعلا مكون من 3 أجزاء. أول جزء اكتبي دايما لنفسك 3 حاجات بتحبيها في نفسك مش متعلقة بشكلك. ممكن تكتبي أنا بحب أساعد غيري، ممكن تكتبي أنا بحب إن أنا أتعلم حاجات جديدة، ممكن تكوني عندك هوايات زي الرسم أو التطريز أو الخياطة. الخطوة التانية في التمرين هتتكلمي مع نفسك قدام المراية كل يوم وتقولي على فكرة أنا كويسة جدا، أنا صحتي كويسة، أنا عقلي بخير، أنا علاقتي بربنا كويسة. مش مشكلة أبدا أن يكون عند الإنسان بعض العيوب في شكله أو بعض أنه هو مختلف عن الآخرين. مش هنسميها عيوب، هنسميها أن احنا مختلفين. في حد بيبقى شكله متفرد عن شكل تاني، مش لازم كلنا اللي نبقى يعني اسطمبة واحدة. والكلام ده هتقوليه لنفسك في المراية، هتقولي أنا مش لازم أكون نسخة من حد، أنا لازم أكون ليا نفسي ولشكلي وشخصيتي. لازم أكون شبه مثلا إيه أبويا وأمي وأجدادي، لازم يكون ليا بشرة مثلا ليها علاقة بالبلد اللي أنا عايشة فيها. ودايما تقولي لنفسك أنا مش شكل وبس، أنا أكتر من كده، أنا أعمق من كده، أنا أكبر من كده. الخطوة الثالثة إنك هتدربي نفسك كل مرة تتعرضي لحد بتقارني ما بينك وما بينه. يعني في واحدة على السوشيال ميديا مثلا انت شايفة إن هي أجمل منك أو إن هي عندها مقومات أو مواصفات معينة هي مش موجودة عندك، دربي نفسك على الرد المناسب اللي تقوليه لنفسك كل مرة تشوفي الصور بتاعتها، كل مرة تشوفي الريلز بتاعتها. شوفي انت هتقولي لنفسك إيه قصاد المقارنة اللي بتحصل دي، علشان لما تحصل الحكاية دي تتحط قدامك الريل أو الصورة تظهر قدامك تبقي بشكل اوتوماتيك عارفه انت هتردي تقولي ايه. ما تتاثريش لمجرد ان الصوره اتعرضت قدامك او ان المنظر اتعرض قدامك وتقولي لا انا عمري ما هكون كده، ده هي اجمل مني، ده هي الظروف حلوه، ده الحلوين حياتهم كويسه وسهله. التدريب المسبق ده على الحاجة اللي بتسبب لنا المشكلة أو اللي بتعمل عندنا زي اندفاع كده في رد الفعل، احنا هنرتبها من قبل كده. فلما نرتبها من قبل كده هي بتفقد عنصر المفاجأة وعنصر ان هي تبهرنا بالإبهار الفظيع ده. اقنعي نفسك وقولي الحاجات اللي على السوشيال ميديا دي ما بتبقاش دايما حقيقية. ممكن الناس في الواقع اللي احنا عايشين فيه ما بيبقاش شكلهم كده. في الآخر عايزة أقولك إنك مش لازم تكوني مثالية علشان تتحبي، مش لازم تكوني من بره أجمل حاجة وأفضل حاجة علشان اللي حواليكي يقدروكي.
الشكل الخارجي ده احنا مش بنقدر ان احنا نتحكم فيه ولا بنقدر ان احنا نغيره. ربنا قال لنا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مفيش احسن من خلقة ربنا لينا. احنا بس اللي بنعمل مشكلة وبنحس بالمشكلة لمجرد ان احنا بنقارن ما بيننا وما بين حد تاني، مع ان الشخص التاني ده له ظروفه، له حياته، له مواصفاته، وربنا خالق ده وخالق ده. مفيش حد له سيطرة ولا ملكة على خلقته هي شكلها ايه. ولما تقنعي نفسك دايما بالكلام ده هتعرفي ان انت ليكي قيمة اكبر بكتير من ان انت تكوني شكل، او ان انت عروسة، او ان انت سلعة، او ان انت منظر كده وخلاص. افتكري ان انت تستاهلي دايما انك تتحبي، سواء عمرك 20 30 وكنت في عز الشباب، او كان عمرك 60 و70 وفي عز الشباب برضو. الشكل ده حاجة خارجية، لكن الإنسان بيتحب مش علشان الشكل الخارجي، لكن علشان قيمته والحاجة اللي جوه قلبه ونفسه وعقله. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.